3 شخصيات فلسطينية تتشارك نفس الحلم، وهو الوصول إلى الكويت، لأن الكويت في تلك الفترة هي المكان الذي يمكن أن يكسب منه المرء الكثير من المال طمعا في تغيير الواقع المرير. الشخصية الأولى هو أبو قيس، رجل عجوز متزوج وله ولد، كان يعيش ظروف صعبة من فقر ومعاناة، خاصة لما فقد ابنته حسناء. ومن هنا بدأت فكرة الهجرة إلى الكويت تتكون وتكبر في رأسه، إلى أن عاد صديقه سعد ذات مرة من نفس الدولة التي حلم أبو قيس بالوصول إليها، حاملا معه أكياسا من النقود بعد اشتغاله سائقا هناك لمدة سنوات، ومع إلحاح صديقه عليه بضرورة خوض التجربة ونفر غبار الفقر عن حاله وحال عائلته. قرر أبو قيس الانطلاق في الرحلة التي سيكون جزءها الأول إلى العراق، تحديدا مدينة البصرة، بحيث هناك سيلتقي بتوصية من صديقه الرجل السمين، هو الذي يعمل كمهرب للناس من البصرة إلى الكويت عبر الصحراء. الشخصية الثانية هو أسعد، شاب في مقتبل العمر، اقترض مبلغا من المال من عمه يكفيه شر الطريق، طمعا أن يكون زوج ابنته ندى في المستقبل. انطلقت رحلته إلى الأردن، حيث التقى بالمهرب الذي سوف يوصله إلى العراق. بدأت الرحلة، لكن المهرب خالف الاتفاق بعد أن قبض المال ورمى به في وسط الطريق عند نقطة تسمى الجفور بحيلة ماكرة. أكمل ساعات من المشي في الصحراء الحارقة، حيث التقى بسائح فأوصله إلى العراق بسيارته ليحط الرحال عند نفس المهرب السمين في البصرة. الشخصية الثالثة هو مروان ذو 16 ربيعا، الذي عاش نفس المعاناة من الفقر وهجران أبيه لهم بعد أن تزوج من الفتاة التي تدعى شفيقة المعاقة، طامعا في بيت من الإسمنت ودكاكين مؤجرة. فهرب مروان من المسؤولية بعد هجران أبيه، فكان الخيار الأوحد بالنسبة له هو الهجرة. قطع الجزء الأول من الرحلة وصولا إلى البصرة، ومن ثم قادته أقدامه كغيره من الحالمين بالجنة إلى المهرب السمين طمعا في استكمال المسيرة. لكن سرعان ما تحطمت أحلام الفتى بعدما طلب منه ذلك الرجل السمين مبلغا لم يستطع مروان أن يسدده، فطرد خارج محل المهرب. أحس مروان أن حلمه قد تلاشى، وفجأة ربت على كتفه شخص غريب اسمه أبو خيزران، ادعى أنه سمع كلامه مع المهرب وأنه قادر على تهريبه إلى غايته بمبلغ قليل بشرط أن يجمع معه أشخاص آخرين. استطاع أبو الخيزران أن يقنع أبو القيس، أما مروان قد جلب معه أسعد. فاجتمعت الشخصيات الثلاث وجلسا لكي يناقشا تفاصيل الرحلة، بحيث يدفع كل منهم 10 دنانير، وسيقوم أبو الخيزران بتهريبهم على متن شاحنة تحمل خزان مياه فارغ. في الغد انطلقت الرحلة، وشمس الصيف الحارقة تلازمهم منذ الصباح. كان الاتفاق أن يدخلوا داخل الخزان قبل الوصول إلى النقطة الحدودية بمسافة قصيرة، ويعبر بهم المهرب دون أن يشك أحد حراس الحدود. وحين يتجاوز المسافة يخرجون من الخزان ليتنفسوا السعداء. مرت العملية الأولى كما خططوا لها، فلم يلتفت لهم أحد، لكن المشكلة الوحيدة التي واجهتهم هي درجة الحرارة القاتلة داخل الخزان، وقد كانت تؤذي بحياتهم لولا تدخل أبو الخيزران بسرعة ومساعدتهم في الخروج من الجحيم. ما زالت أمامهم إعادة الكرة مرة أخرى في النقطة الحدودية الثانية، وينجح الأمر. مع تقدم النهار زادت حدة شمس الظهيرة فتكا، لكن بقي عليهم تجاوز النقطة الثانية. أعادوا نفس الشيء، ووعدهم أبو الخيزران أنه سيفتح لهم بعد 7 دقائق على أقصى تقدير، وذلك بعد أن يتجاوز حراس الجمارك ويبتعد عن النقطة الحدودية. لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، لقد تعطل في طباعة الأوراق وانشغل مع موظفو الجمارك بالحديث عن مغامرته القديمة مع الراقصة كوكب، وتأخر عن الوقت الذي أعطاه لهم،
وحين تجاوز الحراس بمسافة أسرع فتح الخزان، فاكتشف أبو الخيزران بأنهم ماتوا من شدة حرارة ذلك الجحيم. حين حل الظلام قاد أبو الخيزران سيارته الكبيرة إلى خارج المدينة، ثم انحرف بسيارته عن الطريق الأسفل. لقد قرر أن يرمي الجثث في قمامة البلدية ليكتشفها الناس في الصباح ويدفنوهم بإشراف الحكومة. ثم أطفأ فانوسي سيارته الكبيرين وصار متمهلا ليرمي بالجثث. وحين انتهى وصل إلى باب السيارة ورفع ساقا إلى فوق. تفجرت فكرة مفاجئة في رأسه: لماذا لم يدقوا جدران الخزان؟ دار حول نفسه دورة وأسند رأسه فوق المقود. لماذا لم يدقوا جدران الخزان؟ لماذا؟ وفجأة بدأت الصحراء كلها تردد الصدى: لماذا لم يدقوا جدران الخزان؟ لماذا؟ لماذا؟ وإلى هنا نكون قد انتهينا من تلخيص أبرز أحداث رواية رجال في الشمس للكاتب الفلسطيني غسان الكنفاني، من تقديم نيل بوك، بصوت غريب.